اليوم أكلتنا كلش سريعة وخفيفة، تتكون من 3 مكونات أساسيات. عندنا هنا الباذنجان والبصل والثوم، وعندنا معجون خاشوقة كبيرة، البهارات بهارات مشكلة خاشوقة شاي، كركم خاشوقة شاي، فلفل أسود نص خاشوقة شاي، بابريكا خاشوقة شاي، والملح حسب الرغبة. عندنا هم هنا ماي نارنج. هسه نبدي. أول ما نبدي بالباذنجان نقشره ونسوي حلقات وحتى أحضره للقلي. البصل هم ثرمه ناعم والثوم هم أبرشه. الباذنجان قشرته وشرحته حلقات. هسه أبدي أقليه. الباذنجان شوية ذبوله ملح حتى يتملح، وما نخليه يحترق هواية، ذهبي خي يصير. الباذنجان قليته. هسه أبدي أحمس بالبصل والثوم. البصل أخليه على النار وأخليه له نص كوب ماي و3 خواشق كبار زيت. أخلي القبق عليه ببخاره شوية يذبل عندي البصل. بهاي الفترة عندنا هذا الباذنجان شوية أريد أهرثه بالشوكة. بعد ما هرثته أخليه على كتر لما أحمس بالبصل، وبعدين مرحلة أراويكم إياها شنو نسوي. حبايبي إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك. البصل هنا تغير لونه. هسه أضيف له الثوم. أخليه 5 دقايق أحمسه وبعدين أضيف عليه المعجون. الثوم لا تخلوه هواية تحمسوه لأن ييبس عندكم ويحترق بساع. لحد ما 5 دقايق شوية ريحته تطلع، وبعدين نضيف عليه المكونات اللي عندنا. أضيف المعجون أحمسه دقيقتين، وبعدين أضيف عليه البهارات. بدل المعجون تقدرون تستخدمون الطماطة. بهارات هم دقيقتين أحمسها ويا باقي المكونات حتى يتماسكن. بعدين أضيف عليه الباذنجان. وجبة كلش سهلة وسريعة ولذيذة. بالأخير نضيف ماي النارنج. شوية أقلبها وأخليها 10 دقايق وأطفيها. وعندنا الأكلة هنا جاهزة بعد. إن شاء الله تعجبكم وتسووها وتاكلوها بصحة وهنا وعافية. لا تنسونا باللايك والاشتراك. حبايبي أكلتنا جاهزة، حضرت أقل من نص ساعة. إن شاء الله تسووها وتعجبكم وتاكلوها بصحة وهنا وعافية. اليوم نريد نسوي فطائر بالجبن والخضرة. المكونات اللي نحتاجهن: طحين، طبعا أنا عندي هسه كوب طحين، نص خاشوقة شاي شكر، نص خاشوقة شاي بيكنج باودر، نص خاشوقة شاي ملح. أضيف عليه خاشوقة زيت والثانية، يعني يصير خاشوقتين زيت.
أخلطهن للمكونات، وبعدين شوي شوي أضيف عليهن ماي لمن أسوي عجينة طرية لطيفة ما تلزق بالإيد. تقريبا ربع كوب ماي هسه أنا خليت عليه، أعجنها، إذا احتاجيت ماي أضيف، وإذا شفتها بعد هي لينة أضيف عليها شوية طحين. هاي عجينتنا بعد لا يريد لها ماي ولا يريد لها طحين، بس شوية أعجنها زين. تخميرها ما يريد لها رأسا أقدر أستفاد منها وأحشيها. هواية عجنها ما يريد لها، يعني فرد 7 دقايق نعجنها ونخليها. لاحظوا العجينة. أخليها على كتر على ما أحضر باقي المكونات. الحشوة داخل الخميرة مال الفطائر نحتاجهن 150 غرام جبن، جبن عادي، وعندنا هنا الخضروات ريحان ونعناع وبصل أخضر، من كل شي شوية. الخضرة أبدي أثرمها ناعم، والجبن بالشوكة أهرسه. أعزائي، بالشوكة قلت لكم أهرس شوية الجبن، وبعدين الخضرة أنا ثرمتها أضيفها عليه. هاي الفطائر كلش سهلة وتتحضر بساع وكلش لذيذة. أضيف الخضرة، أشوف إيش قد أحتاج، أخلطهن سوا ويا الجبن. بدال الريحان أو البصل الأخضر تقدرون كزبرة أو كرفس، بقدونس، لا تتقيدون بشي. أضيف شوية بعد. الحشوة هسه جاهزة، نبدي نحشي العجين. أسوي كرات صغيرة تقريبا قد الجوزة. أعزائي، هسه نبدي نحشي الكرات. أفتح العجينة، أخلي شوية بيها من هذا الحشو، كل الكرات أحشيهن، وبعدين أبدي ألفهن أو أضربهن قالب. لاحظوا أحبائي، هاي أريد ألفها بيدي، بتم لفها هيجي. شوية أخفف الحافة مال العجينة وأبدي أبرمها. عندي هم هاي القوالب، لاحظوا مثل الدقمة بيهن، أخلي الفطائر بيهن وأعطيهن شكل. خليها بالقالب، أضغط عليها. هذا مقالب ثاني عندي، أخليها شوية أضغط عليها مثل الدقمة. هذا القالب لاحظوا هي تطلع بوحدها.
يعني بإمكانكم أي شكل تردون تقصون هي هاي الفطائر تسووها، حتى بالقوالب مال الكليجة هم يصير، أو تلفوها بيدكم. بعد ما حضرنا كل الفطائر نبدي نقليهن. حبايبي الفطائر حاضرات، هسه نروح نقليهن. حبايبي فطائرنا جاهزة. اليوم نريد نسوي حلاوة الشكليتية بالحليب المجفف. المكونات اللي نحتاجهن، أول ما نبدي بالشيرة، كوبين شكر وكوب ماي، كلهن ذن نخليهن سوا نخلطهن، ونضيف عليهن شوية ليمندوزي وماي ورد وشوية زعفران. ذن كلهن نخلطهن سوا، نخليهن على النار وتعقد الشيرة. هسه نبدي بالحلاوة. أول نضيف الزيت، كوب زيت نحتاج، نص كوب نشا، كوب طحين، وكوب حليب مجفف. ذن المكونات كلهن هسه أخلطهن سوا، وبعدين أخليهن على النار، على نار هادئة. لاحظوا أنا هنا أخلطهن زين وبعدين أخليهن على النار. 5 دقايق خلطتهن سوا. هسه نروح على النار نخليه. خليت الحلاوة على نار كلش هادئة، وأبدي أحرك بالمكونات لمن لونهن يتغير. حبايبي أنا هسه صار لي 5 دقايق قاعدة أقلب بالمكونات. إذا صار عندكم كتل لا تخافون، لأن هذا إحنا حاطين حليب، من الحليب المجفف هيك يصير. استمروا بالتحريك. لاحظوا لونها قاعد يتغير هنا، أنا عندي لونها صار ذهبي، بس أنا أريد لونها يصير تقريبا قريب الجوزي. بعد ربع ساعة من تحريكه ولونها صار بهالشكل هذا، هسه أطفي النار عليها وأقولكم شو تسوون. حبايبي لاحظوا لونها. هسه أنا هاي شلتها من على النار وخليتها بهذا القدر. هسه أضيف عليها الشيرة وأخلطها زين. أنا بعد ما أحتاج النار أضيف عليها وأخلطها جيد. خلطتها دقيقتين. هسه أخليها بالخلاطة. حبايبي أنا هسه خليتها بالخلاطة أخلطها 5 دقايق لحد ما الكتل تروح وتصير حالة علاجية بالحلاوة، بعدين أطفيها. حبايبي أنا 3 دقايق وشفت الحلاوة، ردت أشوفها صايرة بالشكل اللي أنا أريده، القوام اللي أريده، فشفتها بعد تريد دقيقتين. قلت لكم 5 دقايق شي على شي. حبايبي عندي كم ملاحظة مهمة لهاي الحلاوة، لأن أنتم مثل ما شفتوا الحلاوة هاي بس أنا ربع ساعة خليتها على النار مو أكثر. الملاحظة الأولى، قبل لا نحط المكونات على النار لازم نخلطهن زين حتى يتماسكن. والملاحظة الثانية، النار هادئة، وقلت لكم 15 دقيقة
مع الاستمرار التحريك، يعني ما تشيلون إيدكم منها، لازم دائمًا تحركون بهاي المكونات. الملاحظة الثالثة المهمة، بعد ما تشيلوها من النار تخلوها بالخلاطة تقريبًا 5 دقايق، يعني هاي لازم تخلوها بالخلاطة حتى تصير عندكم علاجية تمام. وهاي الحلاوة تقدرون تحتفظون بيها مدة شهر أو أكثر، بس كون تخلوها بمحفظات وتسدوها زين وتخلوها بالثلاجة، شو وقت ما تردون تاكلوها طلعوها قبل نص ساعة من الثلاجة.